اخوتي المشاهدين الكرام، من على رصيف شارع الفلاح، وتحديدا ما بين ملعب قطاع 42 وصالون حلاقة الكحلال للنساء وجامع الرضا، حيث مكتب معرض الأخوين سعد ومشامش لبيع جميع مستلزمات تغذية الطيور وتربية الطيور. هذه الهواية التي بات الكل يعمل بها ويحبها كجزء من الترفيه وجزء من معرفة الكائن الآخر المحبذ لدى لكل إنسان وهو الطير. نبدأ أولا بالأقفاص الخشبية. تعالوا معي، تعالوا معي اخوتي المشاهدين الكرام. هذه الاقفاص الخشبيه لتربيه ماذا؟ لتربيه البلبل العراقي او بلبل التمر. خشب جاوي. نعم، خشب جاوي ب 15,000 وهو قوي وسميك ايضا. نعم. الصناعه محليه في العراق. محليه في العراق. هذا النوع للصيد ابو الصيادات. نعم، هذا النوع ابو الصيادات لصيد البلابل المتوحشة والتي هي يعني في الطبيعة. نعم. 30,000 هذا 30,000 لأن بتركيبات تختلف، به تركيبات تختلف عن تركيبة القفص العادي. نعم. ننتقل الآن إلى الأقفاص الحديدية. تعال يا نعم. نعم. هذا للبلبل وللكناري ولطير الحب وللبنغالي وللغندور ايضا. حجمه كبير وقوي ايضا. السعر 35,000 هو الستار. نعم، كل جيد، كل جيد. منشأهن؟ هذا ايراني. ايراني جيد. الخشب عراقي وايراني، وفيه ايضا وقافه واحده واثنين من المأكليات. نعم. ننتقل الى الاقفاص الصغيره. الاقفاص الصغيره هذه للنقل ولتربيه الكناري ايضا. منشأها ايراني. كم سعر؟ ايراني 5000. 5000 دينار. والحديد قوي، قوي يتحمل يعني الظروف. عندك مساقي الماء. هذه 1000 دينار. حجمها كبير وتكفي لعدد كبير من الازواج. نعم نعم. ننتقل الى الاقفاص نفس الحاله، نفس هذه. نعم. ناتي الى عالم التغذيه. عالم التغذيه تتعاملون مع اي شركه؟ عليكم السلام. اهلا استاذ، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. نعم، اكل القطط موجود لدى الاخوه سعد ومشامش. هذا الغذاء ايطالي. كم سعر الكيلو؟ الكيلو 5000 دينار. الكيلو 5000 دينار. عندك المخلوط مال الحمام. مال الحمام هذا ايضا يصلح للكناري ويصلح لكل الطيور. الكيلو ب 1000 دينار. نعم. الدخن ايضا الروسي النظيف ب 1000 دينار. جيد. مال الكناري. نعم. خلطة الكناري اخوان. اسباني ايطالي. نعم، اسباني وبلجيكي. 5000 دينار. جيد جدا. عندك نرجع المن. نعم الرئيسي خلطات بلابل علاوي الصياد. خلطات بلابل علاوي الصياد. هذه الخلطة. نعم، تحياتنا لكل من يبدع في مجال تغذية الإنسان والطيور أيضا. هذه العلبة بكم؟ 11,000. 11,000 خاصة للبلابل فقط. وكل الأكل كله بتجيك درجة. نعم. هذه العبوة بكم؟ 6000. 6000. العبوة الصغيرة 2000 دينار. هذا العرض عندنا. نعم. كيلو وال100 جرام. نعم. 22,000. جيد جدا. اخوان، بالمناسبة الغذاء هو الشركات تقول انه مخصص لكذا نوع من انواع الطيور، ولكن بالحقيقة الغذاء ممكن ان يصلح لكل انواع الطيور الاخرى. نعم نعم. هذا التمر. جيد جدا. نعم. احنا نغلفه وهذا جاهز ونخليه في علبه. ياتي مستورد من اي منشأ؟ عراقي. جيد. جيد. هذا الغذاء ضروري للبلبل العراقي، وضروري ايضا للكناري، وضروري ايضا ان الببغاوات تتعلم على اكله وغيرها من الطيور الاخرى، لانه يحتوي على مواد غذائيه نافعه. جيد جدا جيد جدا جيد جدا. عندنا الحلقات هنا. نعم. هذه مال الغندور. مال الغندور والكناري. مال الكوكيل. نعم. مال البلابل. نعم.
كوكتيل وغندور 1000 دينار. نعم. والبلابل 500. واي سنه اي سنه مكتوب عليها؟ ما بدون سنه. نعم. هذا الغذاء فواكه مجففه جيد جدا، فواكه مجففه، هذه تصلح لكل انواع الطيور. كل الحمام. المنشأ ماله بلجيكي. بلجيكي. بس احنا نجيب علبه واحنا نعلبه بهذا. نعم. باسمنا اللي يظل باسمنا. كم سعر هذه العلبه؟ 2000 دينار. 2000 دينار. جيد، سعر يعني رمزي. اي انواع بعد لديكم؟ سلالات. نعم. اكل بلجيكي. هذا اكل بلجيكي يعني. جيد جدا. يصلح لاي انواع من الطيور؟ بلبل. مينا بلبل فقط؟ مينا بلبل. نعم. اخوان، السريلاك مفضل في تربيه الطيور، وهو يوضع على الاغذيه تكون يعني سائله. لماذا؟ لانه يحفظها من التعفن. توجد فيه ماده حافظه ويحفظها من التعفن، وضروري جدا للافراخ في بدايه اعمارها. جيد جدا. هذا السريلاك. كم سعر العلبه؟ 6000 دينار. 6000 دينار. جيد. اي نوع اخر بعد؟ اللباس مال الاطفال. جيد. يعني هذا وصاخه ما وصاخه. هذا دائما ما يعيق تربيه الكناري وبعض انواع البلابل والعصافير في البيوت، ان النساء يضجرن من الاوساخ، ولهذا هذا يحفظ البيت من اي وساخه، وبالتالي يسكت لسان المراه عندما تريد ان تعيق هوايتك في تربيه الطيور. هذا جيد جدا. لا توجد لديهن اي حجه لمنعك من ان تقوم بتربيه الطيور. نعم. اي نوع اخر بعد؟ عسليه مال الكناري بلجيكيه. جيد. هذه مواد اعتقد انها يعني من العسل المصنعه ومن انواع معينه من الفواكه. ايضا هاي بيوت محششات مال الكناري مال البلبل، وايضا الملكي ايضا ممكن ان يعشعش فيها. جيد جدا. بعد اي انواع اخرى عندكم؟ بعد ايش عندكم؟ اي انواع؟ الشامبو ما يسال. الشامبو مال ببغاء مال كل الحيوانات، خافين حشرات. نعم. اخوتي المشاهدين الكرام، مربي العصافير، لا تستهينوا في موضوع الشامبو، لانه يقلل من اصابه الطيور بالفاش او ما يسمى بالقمل، ولهذا هو ضروري جدا لتنظيف الطائر، وبالتالي تخليصه من كثير من الحشرات التي قد تقتل الصغار عندما تفقس. نعم، ضروري جدا ينتبه لها المربي. كالسيوم البحري. نعم، هذه املاح بحريه تحتوي على مواد كالسيوم مهمه لنمو العظام. الكالسيوم العراقي ايضا موجود ومعلب، وايضا موجوده فيه مجموعه من الفيتامينات. نعم، معه اي شيء. شرحنا عليه شنو الدليل مالته؟ نعم. هذا بلجيكيه. جيد. هذه الشركه مشهوره ومعروفه في اوروبا، وهي تصدر لكل العالم. نعم، وهم يتعاملون معها. نعم. هذا انتهى الذي لديكم. هاي السطليات هديه من شركه بلجيكيه. نعم. يشوفون مالنا اصلا. هذه مساقي المياه. اخوان، كل البضاعه التي لدى الاخوان. نعم. البضاعه التي لدى الاخوان من مناشئ عالميه رصينه، وهم يعملون بجد ويقدمون افضل ما لديهم لهواة تربيه الطيور. نتمنى من الجميع ان يحفظوا العنوان، وهو معرض الاخوين الذي يقع على رصيف شارع الفلاح، بالضبط امام قطاع 40 وما بين جامع الرضا عليه السلام وملعب قطاع 42 وصالون حلاقه الكحله. نتمنى لهم الخير، ونتمنى لهوايه تربيه الطيور ان تزدهر في العراق، لانها جزء من الفنون الجميله، ولانها ايضا تنمي الذوق وتنمي روح الرقه والتعاطف، وهي ايضا بحسب الفتوى التي فهمناها اسلاميا، بما ان الطيور اغلبها مستورده، فتربيتها يؤجر عليها المربي، يؤجر عليها كثيرا، لانه لو اطلقت في الطبيعه فستموت. اذا تربيتها هي اجر جاري. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد هاشم ابو حيدر، وتحياتنا لسعد ومشامش وكل الاخوه الضيوف. تسلمون. الله يخليكم.